لو كنت لسه بتدور على طرق للربح من الإنترنت، فأنا جاي أقولك النهاردة جايين هنتكلم عن أفضل 10 طرق حديثة ومبتكرة للربح من الإنترنت بعيدا عن الطرق التقليدية اللي الكل بيكرهها. زي إيه؟ التسويق بالعمولة أو بيع المنتجات. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن طرق جديدة تقدر تبدأ بيها وتحقق منها دخل ثابت. جاهزين؟ طب يلا بينا. أول طريقة للربح من الإنترنت صناعة المحتوى الرقمي بالبرامج الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بقى ليه دور كبير جدا في صناعة المحتوى. يعني لو عندك خلفية في البرمجة أو الكتابة، ممكن تصنع محتوى متخصص لبرامج الذكاء الاصطناعي، زي إنشاء مقطع صوتي، أو ممكن يكون استخدامه في تدريب الأنظمة على منصات زي OpenAI. تمام؟ دي بتسمح لك تكسب من بيع المشاريع بتاعتك. انت المشاريع بتاعتك اوبن اي اي بتسمح لك تبيع مشاريعك عليها. ده سوق مفتوح اسمه ذكاء اصطناعي، سوق الذكاء الاصطناعي. يعني سوق مفتوح للذكاء الاصطناعي بتسمح لك تبيع المشاريع اللي انت هتصممها بالذكاء الاصطناعي على السوق ده. فهمتني؟ ابدأ المشروع ده ممتاز جدا. ده انت لسه قدامك 9 بس، ما تنساش الاشتراك. تاني طريقة انشاء وتطوير البوتات بتاعت الدردشة. يعني لو عندك مهارة في البرمجة، ممكن تبدأ وتبني روبوتات دردشة للمواقع والشركات اللي عايزة تقدم خدمة عملاء بشكل ذكي وسريع. الروبوتات دي مش بس هتسهل على الشركات، لكن كمان هتقدر تكسب منها فلوس كويسة جدا جدا جدا. وتالت طريقة الربح من ال NFT. هو ايه ده؟ الرموز الغير قابلة للاستبدال، ال NFTC، او الرموز الغير قابلة للاستبدال. تمام؟ بقت حديثة ساعات في عمل الفن الرقمي. الفن الرقمي يعني لو بتحب الفن، ممكن تعمل فن رقمي وتبيعه كأن NFT على منصات زي ايه؟ اوبن سيز. منصة اوبن سيز تقدر تجيب دخل من مبيعاتك، وايضا كمان في فرص كبيرة كتير تقدر تعمل اعمال فنية مميزة. وكل ما تعمل اكتر، كل ما شغلك يكون مميز، كل ما الفرص تكبر وتزيد، وعملائك وفلوسك تزيدوا اكيد. كل ما تعمل حاجة وتطور منها، فلوسك بتزيد، عملائك بيزيد، كل شيء بيزيد عندك. كل ما تعمل حاجة صغيرة، كل ما الحاجة دي بتنتشر على كل شيء. ورابع طريقة مشاركة المعرفة على منصات التعلم الإلكتروني. يعني لو عندك معرفة في مجال معين زي التسويق أو إدارة الوقت أو أي حاجة تانية بعيدا عن دول، تقدر تكتبها كدورات تعليمية أو كتب إلكترونية. تمام؟ وفي منصات كتير خالص تقدر تستخدمها. ولو عندك فكرة جديدة أو الموضوع ماهوش منتشر، تقدر تجذب له جمهور كبير جدا، والجمهور ده يبقى بتاعك، يتجه لك انت. مش دلوقتي انا منشئ محتوى برفع على اليوتيوب ماليش جمهور، الجمهور بتاعي بيجيني مع الوقت، اما انت هتبدأ وجمهورك يروح لك، لان الحاجة دي هتكون حاجة انت لسه اللي طالع بيها في البداية. فانت كأن الترند واصحابه، انت هتكون الشخص ودولت يعني متجهين ليك، بتوعك انت مش بتوع غيرك. خامس طريقة بيع الصور والفيديوهات على منصات أو محتوى مرخص. إذا كنت مصور أو مخرج فيديو، ممكن تبدأ وتبيع صور وفيديوهات على منصات كتير قوي، أو الناس اللي بتدور على المحتوى الجديد علشان يستخدموه في مشاريعهم، وانت كمان تكسب عن طريق بيع الأعمال بتاعتك. وسادس طريقة الربح من التطبيقات الألعاب والتطبيقات الحية بتوع الجيمنج. انتو لو انت شاطر في الألعاب أو عندك فكرة تطبيقات حية، ممكن تربح من خلال البثوث المباشرة على منصات زي اليوتيوب جيمنج. وكمان في تطبيقات كتير تانية، والتطبيقات ديت بتخليك تكسب فلوس من ايه؟ أو هدايا برضو من ايه؟ مقابل انك تلعب الألعاب. انت كل ما عليك تلعب تسلي وقتك بالألعاب، واكترهم يوتيوب جيمنج. موقع يوتيوب جيمنج انت بتلعب من عليه وبتربح النقاط دي، فبتربحهم وخلاص كده. تلعب وتربح بس كده. يا بتوع الجيمنج، يا بتوع الطخطخه، يا بتوع فري فاير، قوموا العبوا.
وسابع طريقة، الربح من استراتيجيات البحث الصوتي. اللي مش فاهم كتير يعرف ايه هو البحث الصوتي. جوجل وامازون فيهم وظائف البحث الصوتي زي امازون إليكسا وجوجل. يعني لو عندك فكرة مبتكرة حول تطوير المحتوى الصوتي او المهارة الصوتية للبحث الصوتي تقدر تكسب من هنا. طريق نجاحك وبدايتك يكون من هنا. وتامن طريقة، التداول في العملات الرقمية والتمويل المركزي. DEFI تمام بقى سوق ضخم دلوقتي تقدر تستثمر فيه في العملات الرقمية بطرق غير تقليدية، مش بس شراء وبيع لكن كمان عن طرق أروق لمركزي ستيكينج العملات على منصات زي بينس. وتاسع طريقة، تقديم استشارات عبر الإنترنت في مجالات خاصة. يعني لو أنت شخص عندك خبرة في مجال معين زي التحليلات النفسية، التسويق الإلكتروني أو الكتابة، ممكن تبدأ وتقدم استشارات عبر الإنترنت على منصات كتير وأغلبهم منهم وورك. تمام، تقدر تعرض مهاراتك وتكسب من الاستشارات الخاصة اللي انت بتقدمها للمتابعين والناس والأشخاص. وعاشر طريقة، الربح من خلال إعادة التدوير الإلكتروني. إعادة التدوير الأجهزة الإلكترونية بتعدد مصادر دخل جديدة. ممكن تبدأ مشروع صغير لجميع الأجهزة القديمة أو الإلكترونيات المكسورة، تقوم انت باصلاحها واعادة بيع الاجهزة بعد اصلاحها. طبعا كمان ده بيعتمد على الاستدامة وحماية البيئة، رغم انك هتنظف البيئة وهتكون مستفيد. وفي النهاية صديق، حاب اقول لك انه دي كانت افضل 10 طرق جديدة للربح من الانترنت. في طرق مبتكرة كتير تقدر تبدأ بيها وتحقق منها دخل ثابت. لو عندك افكار جديدة او جربت طرق منها يا ريت تقول لي في الكومنتات. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. وأفيدكم بالفيديو الجاي. سلام عليكم.